ده الفول يا جماعة المدمس بقاله ليلة كاملة. كنت نقعاه بعد ما يتغسل، نقعاه في مية ومعلقة سكر ومعلقة كمون، معلقة صغيرة سكر معلقة صغيرة كمون. وده شكله بعد ما اتنقع وصفيت منه المية اهو براحته خالص. رحت المدرسة وجيت من المدرسة ودلوقتي الساعة 12 بالليل. هنعمل معاه ايه؟ نقع معاه نص كوباية بليلة، ده نص كيلو، ده نص كوباية بليلة، وثلاث معالق عدس أصفر. ومعايا هنا ليمونة ومعلقة سكر ومعلقة بابريكا ومعلقة كركم. ومعايا هنا معلقة توم صغيرة وطماطم والجزر. بس كده يا جماعة، هي دي الخلطة بتاعتنا اللي ان شاء الله هتخليه كهرمان وهتخليه زي الفل معانا. يلا بينا نحطه في الفوالة بتاعتنا. ويستحب انك تحطيه في فوالة. ليه بقى؟ لان الفوالة الغطاء البق بتاعها بيبقى ضيق، فما بيخليهوش اسمر معانا. يعني كل ما بتوسعي في الحلة او كده غطاه يبقى واسع ومش محكم، وكل ما يبقى معانا لونه غامق يا جماعة وبياخد وش. وهنا قربت لكم الفوالة عشان تشوفوا وصل معايا لحد فين. شايفين؟ لحد هنا بالظبط. هنحط بقى البليلة بتاعتنا. مش عارفة حاجة عمالة تعملي ليه. والعدس بتاعنا نحط بقى السكر. وبس كده، ونبتدي نحط المية المغلية بتاعتنا. لازم يكون مية مغلية، لازم يكون مية مغلية. حتى لو انت جيتي تفتحي عليه بعد ما بعد 4 ساعات مثلا وحبيتي تزوديه ميه، فلازم يكون ميه مغليه. ما تقلقوش من الحاجه دي، مش هو مجرد ما ياخد غلوه كل الحاجات دي هتنزل لتحت، ما تقلقوش منها خالص. يلا بقى نحطه على النار ونقفل عليه. طيب كده حطيناه على النار اهو، نغطي بقى عليه. لازم يكون الغطا محكم يا جماعه ومقفول كويس جدا. وبعدين هنوطي عليه العين ونسيبه بقى لتاني يوم، بس اهم حاجه تتاكدي ان هو غلى معاكي. وبكده عايزه اقول لكم ان عدى عليه 4 ساعات يا جماعه. فانا دي بقى لما يعدي عليه 4 ساعات، وانا اساسا كده كده هزوده ميه حالا بالا. فالمهم دي ربع كوبايه ميه تقريبا كده. هحط عليها معلقه ونص نشا صغيره او معلقتين صغيرين. المعلقتين دي بقى يا جماعه هتخلي الفول بتاعك، شفتي اللي هي الحاجه الجبسه اللي فيه، ومفيش داعي اساسا تحطي بقى اللي هو الفول المدشوش والكلام ده. فدي بقى بتغني عن الفول المدشوش. هنقلب كده بقى النشا زي ما انتوا شايفين كده.
وواحدة واحدة بقى ما تنسوش تحطوا المية المغلية. بصوا ما شاء الله اساسا بقى شكله عامل ازاي، رهيب رهيب رهيب. طبعا فار مني حبة كده علشان هو ما شاء الله كان مليان قوي وانا نقصته شوية. فالمهم هنزل اهو مية مغلية، لازم مية تكون سخنة يعني قربت تغلي كده علشان ما تسودوش منك. وهبتدي انزل واحدة واحدة كده معلقتين النشا اللي انا حطاهم، وهيخلي بقى هتشوفوا بقى الطراوة اللي فيه، وهتشوفوه كده عامل كده لذيذ كده تقيل كده في نفسه. حطينا الباقي وهي غلوة واحدة بقى كده، وبعد كده تبدأي بقى تدوقي، لو استوى منك بتقفلي عليه، لو مستواش بتسيبيه اكتر. المهم يا جماعة تغلقي يبقى محكم، الغطا بتاع الفوالة يبقى محكم. بس كده، ويلا نشوف بقى هنعمل ايه تاني فيه. ودلوقتي يا جماعة بعد ما استوى بقى احب اوريكم ايه الفول بتاعي عامل ازاي. بصوا لسه بالبخار بتاعه. انا طبعا كنت حاطه السلوفانه دي عشان امنع اي بخار تولع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا هوريكم بقى، يا رب يكون باين. بصوا البليله باينه والفوق. ومعايا زيت زيتون. وبكده يكون الطبق بتاعي يا جماعة جاهز. مفيش احلى من كده طبعا. واو. مم.